هاي يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارفه ان بقالي كتير ما عملتش فيديوهات وان فيديوهاتي وحشتكم وانكم مش قادرين تعيشوا من غير فيديوهاتي، بس مش مشكله. المهم قلت اكلمكم على ايه قلت ممكن نتكلم عن ماده الباراسيتولوجي. مش عارفه يعني المواضيع خلصت ولا ايه، بس مش مشكله. والماده دي احنا بندرس فيها علم طفيليات، يعني بقى حشرات وديدان والكلام ده كله. طب هما مال تربط الطب والماده دي؟ طبعا هما تربط الطب مش هيدرسوا كل الحشرات والديدان والحاجات دي كلها في الدنيا، وانما هيدرسوا الحاجات المتعلقه بجسم الانسان اللي هي ممكن تكون السبب في انها تنقل مرض معين، او انها تكون بتسبب المرض بنفسها، فبالتالي ان احنا نقدر نتخلص منها او ان احنا نحاول نبعد عنها. وبدل ما هي بسبب مرض فاحنا لازم نعرف الاعراض عشان نقدر نشخص ونختار العلاج المناسب. فانا هديكم مثلا مثال موجود في حياتنا عادي والمعظم كله يعرفه، اللي هو الامل اللي هو بيقعد يجي في شعرنا ونقعد نرش في شعرنا، او حتى ممكن يجي في الجسم كله والحاجات دي كلها. فاحنا بنجدر السكان الصغير ده عشان هو متعلق بينا بالانسان نفسه. وكمان مثلا عندنا مرض الجرب اللي هو سببه المايت الصغيره دي اللي هي بتقعد تحفر في جسمنا وتقعد تعمل انفاق وتقعد تعمل لنا مشاكل كبيره قوي. فطبعا لما يجيلك المرض ده فانت بتروح للدكتور عشان يديك العلاج المناسب ويعالجك من المشاكل دي كلها. غير كده ان احنا عندنا امثله كتيره قوي اصلا ما تعرفش تنطق اسم الكائن الصغير اللي بيعملها. عندك مثلا ترومبيكيلا اكاموشي وديمودكسيفوليكيلورم، يا رب اكون عرفت انطقهم صح اصلا. وكمان عندك جيارديا لامبيا، ما تخافوش ده الشكل الحقيقي بتاعها. وكانت تانية بقى بنقعد ندلعها بنقول لهم اتش نانا واتش اتش واسماء تانية كده. فاستنوا بقى الفيديو الجاي وهكلمكم فيه عن حاجه منهم وايه علاقتها بالاكل بتاعنا. وما تنسوش تعملوا فولو لايك وسبسكرايب، ولو ما عملتوش على فكره عادي مش هزعل اصلا، عادي يعني. وبس.